عجب منه. لا تقول يا فاطمة، بل نادني بكنيتي أم البنين. أعرف أنه طلب غريب، ولكن أخاف على مشاعر ابنيك الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، فلا بد أنهما يفتقدان أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام، وأخشى أن يذكراها كلما ناديتني باسمي الذي أشرف أنه كاسمها عليها السلام، ولكن إذا ناديتني بأم البنين فلن تجرح إحساسهما، والله يعلم كم أحبهما، وأتمنى أن أكون لهما أماً تقوم برعاية شؤونهما على أحسن وجه. هكذا كانت فاطمة تضرب في كل تصرفاتها المثل لما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة، نموذجاً للمرأة والزوجة والأم المسلمة. وقد رزقت من أمير المؤمنين علي عليه السلام ب4 أبناء، هم العباس وعثمان وجعفر وعبد الله عليهم السلام. ورغم حب أم البنين لأبنائها إلا أنها لم تنس أبدا قدر الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب سيدا شباب أهل الجنة، ولذلك فقد حزنت لوفاة الحسن، وظلت تطمئن على أخيه الحسين حتى استشهاده في أرض كربلاء في معركة الطف.